الله أكبر الله أكبر. عظمة الأذان. إنه نداء الحق الذي نسمعه في حياتنا بشكل متكرر أكثر من أي شيء. انطلق يصدح بنداء الحق في وسط تلك القاعة فوجم الحضور وخيم السكون وسيطر الهدوء والصمت، فأصبحت لا ترى إلا معجبا أو مندهشا أو آخر لم يمتلك عبراته فأرسل عينيه بالدموع. إنه النداء الآسر للقلوب، إنه النداء الذي هذا أثره، شعروا بجمال وروعته فكان هذا حاله. فقد أسلم عدد من الكفار بسبب التأثر بالأذان. أسلمت امرأة نصرانية لأنها سمعت الأذان من جوال صديقتها، وزارت امرأة كافرة ابنتها التي أسلمت قريبا ورأت ابنتها تتهيأ لأداء صلاة الفجر، فدخل في قلبها شعور غريب وأحست بيقين وكان ذلك سببا لإسلام. يقول هذا الرجل عن نفسه: يأسرني سماع الأذان وتدفق الناس على المساجد وكأنهم ينطلقون إلى مكان يعطون فيه نقودا أو هدايا ثمينة ثم يخرجون من المسجد وهم فرحون يصافح بعضهم بعضا. فأعجبه هذا النظام الرائع وتكرر عليه المشهد فأسلم وتعلم أحكام الإسلام في الشهرين وذهب ليعتمر، ثم ذهب ليزاحم على الصف الأول في المسجد الحرام ويقول لرفاقه: كم في هذا العالم من المحرومين من هذا الجو الإيماني العابق. ثم جعل يدعو ربه ويتضرع ويسقط ميتا ليلقى الله على حالته فهني. وكان سبب إسلامه الأذان. حان الأذان وقد علوت لشاهقه كيما أبلغ قاصيا والثاني، وكذا خليل الله قام مؤذنا بالحج يسمعه ذو الآذان. فيكفي المؤذن شرفا أنه من أحسن الناس قولا وأصدقهم حديثا وأنه من الدعاة إلى الله. فكم من غافل ذكره وكم من نائم أيقظه وكم من معرض عن طاعة الله عز وجل كان سببا لهدايته ولإقباله على طاعة الله. يا له من عمل ما أجله وما أشرفه، رجل يرقب الوقت ويترصد الزمن ليرفع نداء الله: الله أكبر الله أكبر، فهو بذلك من خيار خلق الله. قد ينقطع الإنسان عن الديار ويصبح في معزل عن المجتمع، فإن أذن وأقام للصلاة غفر له وأدخله الله الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من راع غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويقيم، يقول الله جل وعلا لملائكته: انظروا إلى عبدي يؤذن ويقيم يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. فقل لي بربك أين أنت من الأذان؟ أين أنت من الوقوف معه والتأمل له واستماعه وإجابته؟ قال ابن جريج: كان أناس من السلف ينصتون للأذان كإنصاتهم للقرآن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كلمة يرفعها المؤذن ليعلن أن الأكبرية المطلقة لله الواحد القهار. الله أكبر أبلغ كلمة قيلت في تعظيم الله. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر من كل عظيم، الله أكبر يقولها المؤمن الصادق فيحتقر كل جليل سوى الله. الله أكبر يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. الله أكبر الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. الله أكبر سائر الخلق له خاضعون ولرؤوسهم منكسون وله من في السماوات والأرض كل له قائم. قدمت لكم هذه المادة من قناة مقتطفات علماء ومشايخ اليمن.